السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وبناتي وحبايبي، عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله نعمل مع بعض جاتو اقتصادي بطريقة سهلة جدا. عايزة اقول لكم ما شاء الله مطلع معايا كمية كبيرة جدا. عاملة كوباية ونص دقيق بس عامل منها كمية كبيرة جدا. يا رب يكون سهل عليكم ان شاء الله وجربوه. هكمل بقية اوريكم بقية الكمية الموجودة معايا ونشوف شكله عامل ازاي. ونسمي الله يا حبايبي ونشوف المكونات اللي معانا ايه. انا عندي دي كوبايه دقيق نخلاها، طبعا لازم دقيق يكون منخول. وعندي هنا كوبايه سكر. انا عندي من كل حاجه كوبايه، وكوبايه لبن، كوبايه زيت، بس انا بصراحه مش بحب احط زيت كتير، انا قللت بتاع حوالي 3 4 معالق كده. عندي بيضتين، كيس كيك شيف. عندي فانيليا سايبه، لو انت حابه تحطي سايله ماشي، اي فانيليا انت حباها حطيها. لو انت حابه تحطي فانيليا بالبرتقال برضو مفيش اي مشكله. بس هنشوف بقى ندمج المكونات بتاعتنا ازاي. هنحتاج على الكلام ده ذره ملح صغيره ومعلقه خل بس. ونبدأ كده نضيف المكونات بتاعتنا في الطبق اللي هنشتغل فيه. انا ضفت هنا كوباية السكر، بسم الله الرحمن الرحيم، عليها كوباية اللبن كده بالشكل ده، عليها البيض. نضيف كل حاجة على بعضها، لا محتاجين لا مضرب ولا خلاط ولا اي حاجة. مضرب سلك او بمعلقة هتقدري تعملي كل الكلام ده. طبعا هنضيف عليها الفانيليا بتاعتنا، وطبعا ما ننساش معلقة الخل، معلقة صغيرة كده. ونضيف الزيت بتاعنا. طبعا المقادير بتاعتي كلها بنعيرها كوباية واحدة. ندوب بس السكر كويس جدا كده بالشكل ده. وهنا هناخد كل المكونات الجافه على بعض. ادي ذره الملح على الدقيق على البيكنج باودر او الكيك شيف اللي انتوا حابينه. هندمج كل المكونات دي على بعضها، وكده خلاص دمجنا كل المكونات بتاعتنا. نبتدي نضيف الدقيق بتاعنا بالتدريج كده. طبعا كل دقيق بيختلف عن النوع التاني. نبتدي نحط حبه حبه كده. نخلينا برضو في التقليب في اتجاه واحد. لو احنا حابين بقى نعمل الكيكه دي بالشوكولاته هنشيل حوالي معلقتين كبار كاكاو ونحط مكانهم، نضيف مكانهم، نشيل معلقتين كبار دقيق ونضيف مكانهم كاكاو. بس كده بطريقه سهله جدا. ندوب بقى كل المكونات مع بعض ونرجع نشوف شكلها. وكده خلاص الكيك بتاعي كده خلص معايا بالشكل ده. شايفين القوام كده عامل ازاي؟ لا بيبقى تقيل قوي ولا خفيف قوي. شايفين قوامه كده حلو جدا. هنضيفها بقى عندنا في الصاج. طبعا احنا مولعين الفرن بتاعنا، لازم الفرن يكون سخن من قبلها بحوالي 5 دقايق او 10 دقايق حسب السخونيه بتاعه الفرن بتاعك. بس هنقلب كده كويس جدا. خلاص الصاج بتاعي انا دهنت، حطيت فيه ورقه زبده، بس دهنتها زيت لان نوع الورق اللي عندي مش كويس، بتلزق فيه الكيكات والكلام ده. انا بس رشيت رشه زيت كده صغيره وعملتها بالفرشه. نبتدي بقى نضيف الكيك بتاعنا كده. بسم الله الرحمن الرحيم، كده بالشكل ده. طريقته سهله جدا ومن انجح انواع الكيك فعلا بجد. لو انت حابه تعمليه بشوكولاته زي ما اتفقنا، بتشيلي دقيق وتحطي مكانه كاكاو حوالي معلقتين كبار كده بالطريقه دي. كده بالشكل ده نسويها كده. عايزه اقول لكم كيك اقتصادي ما بياخدش حاجات كتير، من كل حاجه كوبايه، وهما بيضتين بس اللي معايا، من كل حاجه كوبايه واحده. هساوي بس الصاج بتاعي واخبطه كده على الرخامه بالشكل ده كده، نرجع نشوف شكله. وكده خلاص سويت الصاج بتاعي كده بالطريقه دي. هدخله بقى الفرن ونرجع نشوف شكلها بعد ما تستوي هتعمل ايه. انا بس حبيت اقول لكم حاجه، انا زودت حوالي معلقتين دقيق عشان طبعا كل دقيق بيختلف عن التاني. تفضلي شغاله عادي مفيش اي مشكله، تحطي دقيق لغايه ما العجينه بتاعتك تتماسك توصلي القوام اللي انت عايزاه. حطيتي كوبايه زياده، ربع كوبايه زياده، حسب ما بتاخد معاكي. تمام كده هندخلها بقى الفرن ونرجع نشوف شكلها. كده حبايبي انا عملت كمان نص مقدار بالشوكولاته، هعمله في صينيه صاج صغير. شايفين كده بالشكل ده، يعني الكيكه كلها خدت معايا كوبايه ونص دقيق بس. بس هفضيه في الصاج بتاعي، ادخله الفرن اسويه ونرجع نشوف شكله. وده كده الصاج بتاعي بعد ما خرج من الفرن كده بالشكل ده. استوى جدا وكويس جدا. بصوا شكله بتاع عامل ازاي، طري كمان بالطريقه دي. بس هسيبه يبرد معايا شويه ونرجع نشوف هنكمل مع بعض نعمل ايه. وكده حبايبي الكيك بتاعي بدا يهدى شويه. انا هضيف هنا عليه كوبايه لبن. لو انت حابه بقى تضيفي على سكر، لو حاسه ان السكر بتاعك قليل ضيفي على سكر. انا بصراحه حاسه ان الكيك مسكر فمش محتاجه ازود سكر تاني. طبعا ده بيرجع حسب الرغبه. بس هنسقي الكيك كله بالشكل ده، هي كوبايه لبن. وكده خلاص حبايبي الكيك بتاعنا نبتدي نزوقه. انا عندي ده كريم شانتيه، بنضيف كوبايه لبن على كوبايه ميه متلجه. هنبتدي نضيف الكريمه بتاعتنا كده بالطريقه دي بس عشان تسهل معانا الفرد بتاع الكريمه.
كده بالشكل ده، طريقه عشوائيه طبعا مفيش اي مشكله. كده خلاص سوينا السطح بتاعها بالشكل ده. هتجيب اي سكينه مشرشره كده او شوكه حسب المتوفر عندك، يعني مفيش اي مشكله، مش هنقف على اي حاجه. مفيش عندك حاجه خالص زي ما قلنا شوكه. لو عندك الاسباتله اللي بتتعمل بيها التورتات والحلويات والكلام ده هتبقى حلوه جدا في الكلام ده. كده نسويها بس بالشكل ده كويس جدا. طبعا احنا هنقطع الحروف بتاعتها. كده خلاص سوينا السطح بتاعها. نبتدي بقى نشيل الزوايد بتاعتي اللي في الجناب كده بالطريقه دي، كده بالشكل ده. طبعا الزوايد دي يا جماعه مش بنرميها خالص، بنشيلها. هنقول لكم هنعمل بيها ايه. كده بالطريقه دي. شايفين شكل كيك ما شاء الله معايا عامل ازاي؟ بس هشيل الزوايد دي بقى كلها وارجع لكم. وكده خلاص سوينا الحروف بتاعتنا. شايفين شكل الكيك بتاعي من جوه عامل ازاي؟ ما شاء الله هش جدا وابيض. هنبتدي بقى نقطع الجاتوه بتاعنا كده قطع. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا القطع دي حسب ما انت حابه. بصوا يا جماعه، ننزل بالسكينه كده ونسحب كده كده عشان تطلع مستويه معايا، ما ارجعش عليها تاني. ولازم امسح السكينه قبل ما اشتغل بيها، يعني بين كل واحده والتانيه كده لازم امسح السكينه بالشكل زي ما اتفقنا. اهي كده نسحبها كده على طول. طريقتها سهله جدا اهي. بس هنعملها بالطول نفس الحكايه. ونبدا كده نعمل روزيتات كده معايا بالشكل ده. طبعا الشكل اللي انتوا بقى حابينه اعملوه. انا هعمل روزيتات بسيطه جدا كده، ما فيهاش اي حاجه، سهله جدا اهي. طبعا الشكل زي ما قلت لكم اللي انتوا عايزين اعملوه. اي فرماسيل، اي شوكولاته، اي حاجه عايزين تزوقوا بيها زوقوا براحتكم. انا عاملاها حاجه بسيطه جدا واقتصاديه جدا، ما فيهاش اي شغل كتير. بس كده بالشكل ده. وهنشوف هنعمل فيها ايه تاني. ونبدا كده نجرنش الوردات بتاعتنا. انا عندي دي قطع كريز صغيره، بما انها طبعا اقتصادي فانا قطعت الكريزيه كده على 4 بالشكل ده عشان توفر معايا شويه، ما تاخدش معايا كميه كبيره. تمام كده. هكمل كله بقى بنفس الطريقه دي كده. وكده خلاص جرنشنا بتاع الجاتو بتاعنا كده بالشكل ده. انا عندي ده كريم كراميل او مربى حليب طبعا زي ما انتوا حابين. انا هعملها كده بشكل عشوائي جدا. بتدي طعم حلو قوي قوي للجاتو على فكره. وممكن تعمليه طبقه كامله فوق الكريمه. طبعا زي ما اتفقنا ده حسب الراحه يعني. كده بالشكل ده بشكل عشوائي قوي يعني. وكده خلاص يا حبايبي شكل الجاتو بتاعي كده خلص بالشكل ده. شايفين شكله عامل ازاي؟ طبعا سهل جدا جدا ومفيش اسهل من كده يعني. بس هكمل بقى بقيه الكميه اللي انا عاملاها اللي هي بالشوكولاته ونرجع نشوف شكلها كلها مع بعض. ده كده حبايبي الكيك اللي طالع معايا. شايفين ما شاء الله هش معايا خالص ازاي؟ جميل جدا فعلا. هنبتدي نشوف هنعمل فيه ايه مع بعض دلوقتي. هبتدي اجيب عندي كوبات كده او كوبايات، اي حاجه متوفره عندي. انا عندي دي علب كده موجوده عندي بحطها في التلاجة كده بالشكل ده. بس انا ضفت فيها هنا كريمه. وهنبتدي نحط الكيكه كده فيها. هنعملها شبه الديسباسيتو بالظبط كده. نبتدي بس نضيف كده بالشكل ده. بسم الله الرحمن الرحيم. نخلي الطبقه اللي هي الغامقه دي تحت شويه كده تتشرب معايا. طبعا احنا ضايفين عليها لبن، مش محتاجين نضيف لها لبن تاني او اي حاجه. كده بالطريقه دي. بس هكمل الكميه اللي معايا كلها وارجع اوريكم شكلها كده عامله ازاي. وكده حبايبي خلاص خلصنا قوالب الديسباسيتو بتاعتنا البيضه والشوكولاته كده بالشكل ده. عايزه اقول لكم بجد شكلها روعه والطعم فعلا تحفه. طبعا حطيت هنا دي عليها شوكولاته. الشوكولاته حطيت عليها كريمه وكريم بيضه، وحطيت عليها شوكولاته وكريم كراميل كده بالشكل ده. بجد هتعجبكم جدا ان شاء الله.